طيب خلينا بقى ننتقل من يعني الخلاف المصري السعودي حول جنسية الفأر الذي وجد على الطائرة إلى لقطة من لبنان، حيث سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الجديد هو بيلقي خطاب، المفروض البيان الرئاسي بيان الوزارة، يعني أول مرة هذا المشهد الجلل بيقف بقى سعد الحريري ويخطب، وإذا بينا نشوف هذا الكليب اللي عملته القريحة الإنترنيتية يعني شباب الإنترنت والمدونات عملوا لنا الكليب ده من واقع كلمة وخطاب سعد الحريري. تعالوا نشوف هذا الخطاب أرجوك بسرعة حالا فورا. من العنف الأسري لقد حجزت لك كركزة الأسري ذكرت طنطا التي ستنتجها التي ستنتهجها هما اثنين بالقلب الدماغ، والسير بتنفيذ مشروعي إليسار ولينور الإنمائيين بعد تيويمهما. لا هو بالعربي؟ بالعربي. أنا ثقافتي ألمانية. 5 العمل على تنمية مجتمع المعرفة والتكنولوجيا المعلومات واقتصادها. ثقافتك ايه؟ ألمانية. ألمانية؟ يس جيف مي همبرجر. ما في نضيف على البيان بس. اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تطبيق قانون وسيط الجمهورية. شؤون مجلس النواب تفعيل العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي على قاعدتي فصل السلطات وتعاونه ده ألماني وتعاونهم معه. فهمته. برافو. تعرف كده أحسن؟ طبعا أحسن. دولة الرئيس بتحب حد يكمل عنك هلا؟ تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب يا عاطف. طبعا يعني هم طالبين مني ان انا اعلق على الكليب ده في دقيقه، لكن انا عايز اقول في اقل من دقيقه كثيرا. يعني اي سياسي في الدنيا قايم علاقته بالجماهير وبالناس على حاجتين: على لغه العيون، نظره عينه، مدى عمق هذه النظره ودفء هذه النظره، ولغه كلامه، طريقه خطابته، الخطابه واللغه. محمود درويش يقول لك انا لغتي. احنا قصاد جيل جديد من السياسيين، جيل السياسيين ابناء المسؤولين اللي بيتولوا مهام في وطننا العربي، ثقافه انجليزيه ولغه تائهه عن اللغه العربيه خالص، وكمان لغه العيون لغه يعني الحقيقه لازم يلبسوا نظارات وهم بيكلموا شعوبهم، نظارات شمس غليظه جدا ما تبينش قد ايه العيون لا تفي بما يمكن ان يكون لدى سياسي مطلوب منه ان الناس تحبه وتحب نظرته او تهيب نظرته او تهاب نظرته. فهذه المشكلة الحقيقية ان احنا في يعني ثقافة سياسية، ثقافة الابناء اللي بيفكروا بالانجليزي وبيتكلموا بالانجليزي وعايشين بالانجليزي وعايزين يحكموا بالعربي. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في نحن هنا أو نحن هناك.